السلام عليكم، اهلا بيكم على قناة وصفات نود. اليوم هنحضر كفتة الفراخ. بجد لو ما بتظبطش معاكي بالطريقة دي هتظبط معاكي وهتبقى تحفة. جربيها بس وهتدعيلي حاجة كده رهيبة وطعم اخر لذاذة. اسرار بقى هنتعرف عليها في الفيديو. يلا بينا نشوف الطريقة. بس لو اول مرة تشوفوني انا هند سليم ودي قناتي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. نقول بسم الله. عندي هنا نص كيلو من صدور الفراخ بالشكل ده. هبتدي افرمهم ناعم جدا في الكبة. طبعا عندي صدور الفراخ بتتفرم بسهولة. مش هتاخد مني اي وقت. انا عايزاها ناعمة جدا بالشكل ده عشان اخد قوام الكفتة المطلوبة. هبتدي بقى اضيف شوية الخضار بقى اللي انا محتاجاهم، فلفل وبصل وطماطم وتوم، الكمية اللي تحبيها. هبتدي بقى افرمها ناعم قوي بالشكل ده، وبعد كده هبتدي اصفيها. انا محتاجة العصارة بتاعة الخضار، الطماطم والبصل والثوم والفلفل. بجد كلهم على بعض كده بيدوني نفس وطعم حلو قوي للكفتة. فانا هاخد بقى المية بتاعتهم واصفيهم كويس قوي بالشكل ده. لازم تصفيهم كويس جدا. طبعا في اللحمة احنا بناخد مية البصل، لكن انا هستخدم هنا المية بتاعت الخضار كله. بتدي طعم حلو قوي. فبعد بقى ما نصفيها كده وناخد الخلاصة بتاعتها بالشكل ده، هضيف بقى على المية دي شوية زيت زيتون او اي زيت عندك. هركنها بقى على جنب لحد ما نستخدمها. وفي بولة بقى تانية هضيف عليها الفراخ اللي انا فرمتها. نضيف بقى الكمية كلها وعليها الخضار اللي انا صفيته. اظن لحد كده المكونات سهلة وبسيطة. عندي بقى ربع من الدهن، ده دهن ضاني. هضيفه بقى للفراخ. لازم طبعا حاجة من الدهون لان صدور الفراخ ما فيهاش اي دهن. فانا ضفت ربع من الدهن كده، اي دهن متوفر عندك. طبعا دي حزمة بقى خضار كده، كزبرة على شبت. فرمتهم ناعم برضو. نضيف بقى معلقتين من البقسماط، عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. طبعا البيكنج باودر مهم جدا، هيخليها هشة معايا. عندي بهارات فراخ وفلفل اسود وكزبرة وكمون وملح. طبعا الملح اللي اظبطيه زي ما يعجبك. هخلط بقى المكونات دي كويس قوي بالشكل ده. لازم ندخل كل الخضار وكل الحاجات اللي احنا حطيناها دي كويس جدا في اللحمة، عشان تشرب من كل الخضار الحلو اللي انا ضفته ده، وتاخد بقى من التتبيلة. كده خلصناها. انا عندي هنا الكفتة متماسكة وحلوة قوي. هو المفروض ان انت هتسيبيها في التلاجة حوالي ساعة تتماسك شوية. بس انا بصراحة اشتغلت فيها على طول. بجد تحفة ومظبوطة، فمش محتاجة حاجة يعني. هنا بقى عندي الشيش. ابتديت بقى ان انا ابله من المية اللي انا صفيتها من الخضار، وابتدي بقى اصبع كده. صبعيها بقى زي ما تحبي، يعني عايزة تعمليها صوابع صغيرة. انا هنا مليت صابع الشيش. طبعا احنا بليناه الاول، وبعد كده كل مرة هتحطي ايدك في المية وتبلي، وتبدأي تصبعي الكفتة كده بالشكل ده. شايفين هي متماسكة وحلوة قوي. ما بتقعش من السيخ. فلو هي يعني بقت تقع معاكي فانتي حاولي بقى حطيها في التلاجة شوية. هنبتدي بقى نصبع كده الكمية كلها. بجد من اجمل الكفتة اللي عملتها. حلوة قوي وطعمها لذيذ، والاطفال حبوها جدا. يعني هيطلبوها منك كتير. لذيذة وطعم حلو قوي.
فزي ما اتفقنا كده هنبل الشيش الاول، وبعد كده هنبتدي نصبع بشويش بالطريقة ديت. وكل شوية زي ما احنا قلنا هنبل ايدينا، وبعدين نبتدي نصبع بالشكل ده. كده بقى بنثبتها. هخلص الكمية كلها بالشكل دوت و... وطبعا بقى مشغلة الفرن عندي على درجة على درجة 180. هبتدي بقى قبل ما ادخلهم الفرن كده، يعني اضيف عليهم شوية من المية اللي انا صفيتها. هنبلهم بس خفيف كده، وبعدين طول ما هما بقى في الفرن هبتدي اسقسق عليهم المية كده بالشكل ده. نبتدي بقى نعمل شوية سلطة كده حلوين. عندي خضار مقطعاه، وبصل وطماطم شرايح بالشكل ده. طبعا السلطة اللي تحبيها، بس انا عملت شوية سلطة كده خفاف وحلوين. فصين توم، وبعد كده عصرت بقى شوية ليمون، حوالي 3 حبات ليمون كده، فلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة. وظبطت بقى الملح، وده سماق، معلقة سماق تديله طعم حلو قوي. نقلبها كويس جدا، ويبقى السلطة عندي كده خلصت. طبعا ظبطت بقى الملح، وتمام بقى على استعداد بقى الكفتة تطلع كده وناكل احلى كفتة عملناها مع بعض بطريقة سهلة وحلوة قوي. عندي بقى العيش الصاج كده، هفرش عليه بقى الكفتة. شايفين الكفتة بقى طلعت بالفرن بقى لذيذة وجميلة قوي. شكلها حلو قوي، وشايفين بتطلع من السياخ بكل سهولة، ما بتتفرفتش وحاجة كده ثابتة ولذيذة بجد، جميلة جدا، والطعم بقى يعني رهيب. شايفين جمالها بجد، يعني جربوها على طريقتي هتعجبكم قوي. وحاجة كده مش هتكسفك، يعني حاجة هتطلع معاكي مظبوطة، وطريقة سهلة ولذيذة. نضيف بقى شوية السلطة اللي احنا عملناهم، وحقيقي هتاكلي احلى كفتة من الفراخ، هتعجبك جدا. بتمنى ان شاء الله هتجربوها وتقولوا لي رأيكم كده في التعليقات. مستنية رأيكم، حقيقي يهمني. شايفين حلاوتها، حاجة كده من الآخر، طعم وريحة وشكل، حاجة مظبوطة جدا. ان شاء الله هتعمليها ومش هتندمي. بجد جربوها، لذيذة. وشايفين بجد رهيبة، لازم لازم تجربوها، هتعجبكم جدا حقيقي. من احلى الكفتة اللي انا عملتها بجد كفتة الفراخ، لذيذة وطبعا اللي مش بيحب اللحمة هيحبها جدا. شايفين حلاوتها، يلا لازم تجربوها، ومستنية رأيكم. واشوفكم على خير بإذن الله في الوصفة الجاية. يلا ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير بإذن الله في الوصفة الجاية. باي باي.